مين قال ان القرعه السهله معناها انك هتصل دور المجموعات؟ لان في دوري ابطال افريقيا ممكن تكون واخد اسهل قرعه في البطوله وبرضه تطلع. والاغرب ان في انديه عربيه القرعه فتحت لها الطريق تقريبا، في انديه تانية اتحط قدامها كبار افريقيا من اول خطوتين. قرعه دوري ابطال افريقيا 2026 27 وقعت فيها مواجهات عربيه ناريه وخلقت مسارات غريبه جدا. والاهم ان في فريق عربي ممكن يلاقي نفسه طالع من البطوله قبل دور المجموعات ما يبدا اصلا. يعني القرعه ظلمت انديه وادت انديه تانية طريق للبطوله على طبق من ذهب. خلينا نفكك القرعه كده واحده واحده ونشوف مين القرعه خدمته ومين القرعه لبسته في الحيط. الموسم الجديد هيشارك فيه 61 نادي وثلاث انديه بس هم اللي تم اعفائهم من الدور التمهيدي الاول، وهم الترجي ونهضه بركان وصن داونز الجنوب افريقي حامل لقب النسخه الاخيره. يعني ال 58 نادي الباقيين هيلعبوا الدور التمهيدي الاول. 29 منهم هيتأهلوا وينضموا للثلاثة الكبار عشان يتكون دور ال 32. مباريات الدور التمهيدي الأول هتتلعب من يوم 4 ل 6 سبتمبر، والعودة هتبقى من 11 ل 13 سبتمبر. أما الدور التمهيدي الثاني أو دور ال 32 فالذهاب من 16 ل 18 أكتوبر، والعودة هتبقى من 23 ل 25 أكتوبر. اللي يلفت النظر ان القرعه دي اتعملت وفق المناطق الجغرافيه عشان تقلل مشقه السفر اللي بنشوفها الانديه والانديه بتشتكي منها. لكن بعيد عن الارقام، تعالوا نشوف مين فعلا القرعه ابتسمت له ومين ابتدت تعقد حياته من بدري. ولو اول مره تشوفني فانا احمد صلاح، وهنا بعد الدقيقه 90 اشترك في القناه عشان نقدم تغطيه كامله لكل الفرق العربيه في دوري ابطال افريقيا. خلينا نبدا من الزمالك. الزمالك اللي هيبدا من الدور التمهيدي الاول هيواجه فيها المينا الجيبوتي. نظريا مواجهه الزمالك فيها هو الطرف الاقوى وفارق واضح. لكن هنا المفاجاه، الزمالك مش هيلعب في الدور الثاني ضد فريق عشوائي. الفائز من مباراه الزمالك والمينا هينتظر الفائز من مواجهه ايجلز نوار الكونجولي والجيش الرواندي. يعني لو الزمالك عمل المطلوب منه فاغلب التوقعات تشير الى مواجهه روانديه محتمله في الدور الثاني. وبالتالي طريق الزمالك الى دور المجموعات يبدو من اسهل المسارات بالنسبه للانديه العربيه الكبرى. لكن هل الزمالك فعلا ضمن التاهل؟ طبعا لا. كره القدم الافريقيه عندها عاده سيئه جدا، انها تعاقبك لما تعتبر المباراه سهله. خلينا نروح لفريق زي بيراميدز. بيراميدز اللي هيبدا ضد جورماهيا الكيني، وده اسم اكبر واصعب نسبيا من المنافس اللي وقع ضد الزمالك. وفي حاله التاهل هيواجه الفائز من المريخ بنتيو جنوب سوداني وايجن الصومالي. وعلى الورق بيراميدز عنده افضليه واضحه جدا في المسار ده. يعني الزمالك وبيراميدز الاثنين عندهم فرصه كبيره للوصول لدور المجموعات. اما بقى فرق تونس فالترجي واحد من ثلاث انديه فقط اللي اتعافت من الدور التمهيدي الاول. يعني هيبقى قاعد بيتفرج على الكل وهو بيتخانق في الدور الاول ومستني الفائز من مباراه السواحلي الليبي وفريق من زنجبار. وهنا بدات تظهر اول مواجهه عربيه منتظره، لان لو السواحلي الليبي يتاهل فهنكون امام مواجهه عربيه خالصه. يبقى السواحلي الليبي ضد الترجي التونسي في دور ال 32. الترجي طبعا هيكون المرشح الاكبر، لكن السواحلي لو وصل للدور الثاني هيكون داخل المباراه ديت وما عندوش حاجه يخسرها. واحنا متفقين قبل كده ان الفريق اللي ما عندوش حاجه يخسرها بيبقى اخطر بكتير من الفريق اللي بيحسب كل حاجه. اما بقى نهضه بركان المغربي فهو كمان معفي من الدور الاول وهيستنى الفائز من ستراسبورت السيراليوني ومدينه يونايتد الجنبي. وده واحد من اسهل المسارات الموجوده تقريبا للانديه العربيه الكبيره. يعني عندنا الترجي مرتاح نسبيا، نهضه بركان مرتاح جدا، اما الزمالك وبيراميدز فعندهم افضليه واضحه نسبيا. لكن القرعه بدات تسخن لما وصلنا لشمال افريقيا. المغرب الفاسي اللي هيبدا ضد رحيمه من بوركينا فاسو لو اتاهل هيواجه الفائز من ايسي كيلكو توجولي او اي سي سي الايفواري. وهنا بقى الموضوع مختلف، لان ايزيك الايفواري اسم كبير في القاره، وبالتالي المغرب الفاسي لو عايز يوصل لدور المجموعات ممكن يضطر يعدي من طريق فيه اختبارين محترمين جدا، يعني مش اسهل طريق. ومن الجزائر مولوديه الجزائر عنده مواجهه مع اي اس من النيجر. حاله التاهل فهيواجه الفائز من رينجرز النيجيري وسوماما من بنين. وده مسار متوازن نسبيا، لكن رينجرز النيجيري تحديدا ممكن يكون اختبار صعب. في نفس الوقت عندنا مواجهه جزائريه سودانيه منتظره في مسار تاني. شبيبه الثوره الجزائري هتواجه حوريه كنكر الجيلي. وفي الجهه الثانيه المريخ السوداني ضد باور ديامونز الزامبي. ولو حصلت المفاجاه وتاهل الفريقين فهتكون قدام مواجهه عربيه قويه جدا، شبيبه الثوره الجزائري ضد المريخ السوداني. وده معناه ان فريق عربي هيخرج من بدري، رغم ان الاثنين داخلين البطوله بهدف الوصول لدور المجموعات على الاقل. نرجع
في تونس ثاني النادي الافريقي عنده مواجهه مع دوجوليبا المالي، ولو اتأهل هينتظر الفائز من مدينة الغاني ومازيمبي الكونغولي. وهنا القرعة ممكن تكون قاسية جدا على النادي الافريقي، لان مازيمبي لو تأهل من الطرف الثاني فالافريقي هيلاقي نفسه امام واحد من اكبر الاسماء في تاريخ دوري ابطال افريقيا. يعني طريق الافريقي دوجوليبا وبعدها احتمال كبير ضد مازيمبي، وده بالتأكيد مش الطريق اللي اي فريق يتمنى يشوفه. اما بقى نوازيبو الموريتاني فاللي هيواجه فايبرز الاوغندي، ولو اتأهل هيواجه الفائز من سان بيدرو الايفواري وريفرز يونايتد النيجيري. ده واحد من اصعب واقوى المسارات الموجوده بالنسبه للفريق العربي، لان نوازيبو لو عايز يوصل لدور المجموعات لازم يعدي من اختبار افريقي قوي في الدور الاول، وبعدها واحد من سان بيدرو او ريفرز يونايتد. يعني هنا القرعه ما كانتش رحيمه معاهم خالص. الهلال السوداني طريقه يبدو افضل نسبيا. الهلال هيواجه ايجل نوار البولندي، ولو اتأهل هينتظر الفائز من ايجلز من تشاد وسيدمبونا الاثيوبي. وبالتالي الهلال عنده فرصه قويه جدا انه يوصل دور ال 32 الاخير المؤهل لدور المجموعات. ونظرا للمستوى اللي قدمه نادي الهلال السوداني في الموسم اللي فات في دوري ابطال افريقيا، فاعتقد ان هو هيوصل بكل سهوله لدور ال 32 ودور المجموعات كمان. اما بقى صن داونز فده مش هيلعب الدور الاول اصلا، وهيبدا من الدور الثاني ال 32. هيواجه الفائز من بيترو اتلتيكو الانغولي وفورسترز من سيشلز، وده معناه ان حامل اللقب عنده افضليه كبيره جدا للوصول لدور المجموعات. لكن لو بصينا للصوره الكامله هتلاقي حاجه مثيره جدا، ان القرعه قسمت الانديه العربيه لثلاث انواع. نوع اخذ طريق شبه مفتوح زي الزمالك ونهضه بركان والترجي والهلال، ونوع عنده طريق متوسط زي بيراميدز ومولوديه الجزائر، ونوع القرعه قررت تختبر من بدايتها كده زي المغرب الفاسي، النادي الافريقي، نوازيبو وشبيبه الثوره الجزائري. لكن اخطر حاجه في القرعه كلها مش فريق بعينه، ان في انديه عربيه ممكن تصطدم ببعض قبل حتى ما البطوله تدخل دور المجموعات، زي السواحل الليبي اللي عنده احتمال مواجهه ضد الترجي، المريخ السوداني اللي عنده احتمال مواجهه ضد شبيبه الثوره الجزائري، الافريقي التونسي اللي هيلاقي نفسه ضد مواجهه قويه ضد مازيمبي في طريقه. بس هنا السؤال الحقيقي، هل القرعه فعلا ظلمت بعض الانديه العربيه، ولا دي طبيعه دوري ابطال افريقيا بعد كده؟ لانك لو عايز ترفع الكاس فانت كده كده لازم تواجه كل الكبار، لكن المشكله ان بعض الانديه ممكن تواجهها قبل ما حتى توصل لدور المجموعات. في النهايه لو هختار من دلوقتي الانديه الاقرب للعبور بناء على المسارات ديت، هقول لك ترجي، نهضه بركان، صن داونز، الزمالك، بيراميدز، الهلال السوداني، دول اصحاب المسارات الافضل نسبيا. بينما المغرب الفاسي والافريقي ونوازيبو وشبيبه الثوره والمريخ السوداني فدول عندهم طريق صعب شويه، وممكن نشوف خروج اسم كبير بدري جدا. لكن طبعا دي توقعات على الورق، لان دوري ابطال افريقيا تحديدا عنده قانون واحد، المباراه السهله على الورق ممكن تكون صعبه جدا خلال الموسم. فدلوقتي عايز اعرف رايك انت، مين اكتر نادي شايف ان القرعه ظلمته، ومين اخد اسهل طريق لدور المجموعات؟ والاهم، لو ناديك موجود في البطوله فهل انت متفائل انه يوصل لدور المجموعات، ولا القرعه بدات تقلقك من دلوقتي؟ اكتب اسم ناديك والمسار بتاعه في التعليقات، ونشوف مين جمهور عنده ثقة في فريقه، مين بدأ يقلق من أول مباراة. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 26/27. أشوفك على خير في فيديو جديد. سلام.